اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير ومبسوطين ومتهنيين. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ام حامد النهارده ودت السوق كله البيت. ايه رايكم؟ ما شاء الله تبارك الله. الحاجات دي طبعا انا جبتها على يجي 4 مرات كده من السوق. طيب الحاجات دي هتعملي بيها ايه يا ام حامد؟ انت هتبيعي ولا هتعملي ايه؟ لا يا حبايبي، انا مش هبيعها. دي كانت لبنتي حبيبتي، طبعا كانت عندي وماشيه، كانت عندي زياره وماشيه مروحه بيتها. فعشان اما تروح بيتها كده بالسلامه تلاقي كل حاجه متوفره عندها وموجوده، وما تنزلش تشتري حاجه. فتعالوا بقى شوفوا الحاجات اللي انا جبتها لها. تعالوا بقى نشوف الحاجه اللي انا جايباها لها. طبعا انا جايبه لها خضار وبطاطس وحاجات، وجايبه لها فاكهه. تعال الاول نشوف كده ايه الفاكهه الاولانيه. الفاكهه اللي انا جبتها لها ايه؟ انا جايبه لها فراوله، شايفين حلوه وجميله ازاي. وجبت لها ايه تاني؟ جايبه لها جوافه. طبعا مش هينفع بقى اقول اسعار، عشان هتقول بقى انت يعني ايه بتعايريني. فمش هي. جبت لها ايه تاني؟ جبت لها موز. الكيس بقى مش عارفه افتحه، بس انا بجيب والله، يعني انا دايما في شرايه بحب اجيب الفاكهه دي احلى حاجه، يعني ما بسترخص فيها، يعني لازم كده تبقى ايه نمره واحد. شايفين انا مش عارفه اطلع الصباع من الكيس اهو. موز ما شاء الله بالهنا والشفا. طبعا انا جايبه لها موز برضو يكفيها ايه حبه كده، يعني لان بنتها بتحب الموز. وجبت لها ايه تاني بقى يا ام حامد؟ نيجي بقى لقسم الخضروات. اول حاجه انا جايبه لها كوسه، بس الكوسه دي مش محشي، انا جايبها لها يعني طبيخ. شوفوا حلوه ازاي، صبحه طبعا وفلاحي و10 على 10 اهو. عايزه تعمل طبيخ، عايزه تعمل شوربه خضار، براحتها بقى. لما بتبقى طبيخ وشوربه خضار لما بتبقى كبيره كده بتبقى اطعم من الصغيره. وجبت لها ايه تاني؟ طبعا الطماطم اهو. وجبت هنا فاصوليا خضراء. طبعا موسم الفاصوليا، والفاصوليا عندنا جميله جميله جميله. شوفوا عامله ازاي، طريه وعامله ازاي اهو. برضو عشان ايه تقسم كده على مرتين وتطبخ براحتها. وجبت لها ايه تاني يا ام حامد؟ جبت لها بسله. طبعا البسله كتير دلوقتي برضو، وموجوده في كل ايه الاسواق. طبعا البسله عايزه جزر، انا مكتره شويه برضو عشان لو ايه، لو حبت تاكل جزر كده ولا بنتها ولا اي حاجه، هي براحتها برضو تعمل سلطه. انا بحب اكتر، ما بجيبش يعني الجزر على القد لان طعمه جميل ومسكر وعسل. جايبه لها جزر. وجبت لها بتنجان، بس ما كترتش بقى في البتنجان. لو عايزه بقى في يوم بقى تعمل مسقعه ولا تشوي بتنجان، طبعا هي براحتها برضه اهو. لان الحاجات عندنا طبعا احنا هنا الحاجات احلى من عندها. شايفين البتنجان صابح وجميل ازاي. انا ما جبتش الا كيلو الا ربع، رخيص يعني. انا جايبه هقول بقى كيلو الا ربع ب2.5، يعني كيلو ونص كنت جايباهم ب5 اه. وجبت ايه تاني يا ام حامد؟ جبت لها شطه خضراء اهو. وهنا بقى جبت لها شطه خضراء. الشطه عندنا جميله، جايبه لها بارده وحراقه. لو حبت تعمل مسقعه، حبت تقلي مع بطاطس، تتقطع على السلطه، تبقى هي ايه تتصرف طبعا زي ما هي ايه عايزه اهو. وجبت لها ايه تاني؟ جبت لها بقى خضره مشكله، كزبرة على شبت على جرجير. طبعا دي حاجات بتتخرط على السلطة، عايزة تاكل الجرجير كده براحتها. طبعا انت كست بيت بتبقي عارفة ايه اللي يلزم
وايه اللي ما يلزمش. يعني انا هو تشوف يعني قعدت افكر وجبت ايه الحاجات اللي تحتاجها. والله هي ما قالت لي على اي حاجه تجيبها ان انا اجيبها لها وكده. انا طبعا من دماغي ان انا عامله ابقى بقى عارفه ايه اللي بتحتاجه وايه اللي مش هتحتاجه. جبت طماطم كتير بقى لان الطماطم طبعا اساس كل بيت، والطماطم رخيصه وجميله اليومين دول. نشوف الطماطم حلوه ازاي. اهو. لا بس يعني انا جايبه التلات اكياس دول، انا ليا فيهم كيس وهديها 2. هديها 2 وانا هاخد اللي هناك ده. ده بتاعنا بقى، لان انا جايبه لها طماطم مستويه وطماطم جامده. يعني انا جايبه اللي هتحتاجه للطبيخ او تحتاجه للسلطه. ده بتاعنا بقى. وجبت لها، لقيت واحده كده قاعده بشويه توم، والله توم تحفه. وتتخيلوا بقى الرابطه دي بكام بقى؟ انا بقى اقول بقى على سعرها، دول ب5 جنيه. شوفوا حلوين ازاي، وتوم ناشف والله حاجه كده يعني من الاخر. طبعا ب5 جنيه جبته، لان انا كنت مخزنه، فانا عندي. انا مش عارفه بقى عندها توم ولا ما عندهاش. انا جبت لها برضو التوم. اهو. شوفوا جميل ازاي. يعني اللي مخزناه ده انا مش عارفه مخزناه ازاي يعني. احنا اعتبر في اخر الموسم اهوت، والتوم زي ما هو. وجبت بطاطس بقى حبة على بعض كده، بس البطاطس ديت ايه، صغيرة. يعني انا هديها منهم، هديها منها شوية وانا هاخد برضو شوية. انا بحب البطاطس اللي هي تبقى مسلوقة كده، بتبقى طعمها جميل. وفي منها كبير، يعني الصغيرة تسلقها والكبيرة تقطعها تقليها عادي. فدول 9 كيلو. انا هاخد طبعا شوية وهديها شوية. وجبت ايه بقى تاني يا ام حامد في الزيارة ديت؟ ده بقى جبنة قريش انا جايبها لها، هي كانت في الفريزر عندي. وهديها لبن، هي بتحب اللبن اللي عندنا طبعا، اللبن بتاعنا لا يعلى عليه. انا حاطاه في الفريزر وشايله لها، هديهولها طبعا وهي ماشيه اهو. وطبعا غير الطيور بقى اللي انا هذبحها لها، طبعا انا لسه ما نضفتهاش وما عملتهاش، فدي بتاخدها وهي ماشيه ان شاء الله. وجايبه لها عيش اهو. طبعا احنا ملناش الا عيالنا طبعا وراحتهم وسعادتهم. فاي ام في الدنيا بتبقى طبعا لو هو بنتها جايه لها بتبقى والله عايزه تديها حته كده من السما. يعني طبعا احنا ما بنستخسرش حاجه في ولادنا، ربنا يخليهم لنا ويبارك فيهم يا رب ويسعدهم ويهنيهم. وهنا برضو حتى اللفت يعني ايه انا ما نسيتهوش. هعمل لها كده برطمان صغير كده على قدها، هتاخده معاها ان شاء الله مع الجبنه الحادقه والحاجات اللي هي التحابيش دي اللي هي ايه لازم منها. وبنجر اهوت عشان يخلي اللفت احمر وجميل. انا لميت بقى الحاجه كلها على بعض، وهطلع فوق اعمل المحشي على السريع كده وهوريهولكم. ويا رب الفيديو يعجبكم النهارده. انا بقى طلعت بسرعه طبعا، ايه جهزت الحاجه عشان النهارده الجمعه واحنا بنتغدى بدري فيه. انا عامله محشي بتنجان ومحشي فلفل. طبعا المحشي انا عملته كتير وعاملين الصلصه دي كتير. اللي عايز يعرف انا بعملها ازاي يرجع للفيديوهات القديمه. انا عامله المحشي بالتفصيل. الصلصه طبعا عامله بصل، واول البصل مصفر كده نزلت بالطماطم وما سبكت. حطيت بقى البهارات والحاجات الحبشتكنات اللي الحلوه اللي انت بتحطيها دي. وغسله الرز، ومفروض الرز يتصفى عشان ما فيش اي ميه تنزل في الصلصه. ولم الرز كله، الرز غالي طبعا ما فيش كلام، ما خليش اي رز يترمي يعني. ألم على قد ما أقدر مخليش أي رز. وهنا الخضرة أنا غسلاها ومصفياها. الخضرة مشكلة بتاعت المحشي العادية اللي كلنا عارفينها. وديها بقى تقليبة حلوة كده. لو إن أحلى تقليب بيبقى تقليب بالإيد، بس أنا هقلب النهاردة إيه
بالمعلقة كده، عشان كل شوية اقفل التليفون وانا اللي بصور، فالتليفون كله بيتملي صلصة طبعا لما تكون ايدي ايه فيها صلصة. تقليبة بقى كده على السريع كده عشان اخلص بسرعة، عشان انا اتأخرت في السوق النهاردة. والله انا مكترة صلصة، بس مش عارفة التصوير اللي مش مبين، يعني مبين ان الصلصة بيضة او الرز ابيض، بس هو كان احمر، بس التصوير عندي هو اللي مش مبينه والله. يعني هي الصلصة حمرا ومظبوطة يعني. بالشكل ده. خلاص كده بقت كويس. انا بقى هنقص شوية رز عشان هحشيهم لعيال بنتي، طبعا هم اطفال صغيرين ما بيحبوش الشطة، عشان يعرفوا ياكلوا. الباقي بقى هزود عليه الشطة، لان طبعا المحشي ما يبقاش حلو من غير ايه الشطة، لازم الشطة اهو. الشطة الحمرا دي اساسي عندي. وشوية بدوق كده. محتاج شوية ملح كمان صغيرين كده. تمام. خلاص كده الخلطة بتاعتي بقى جت جاهزة على المحشي. وبقت تمام ومية مية. الخلطة بقى بتاعت المحشي جاهزة زي ما انتم شايفين. انا غاسلة البتنجان والفلفل والحلة بتاعتي. انا بجيب كل حاجة قدامكم عشان تشوفوها. طبعا ما بتمليش البتنجانة قوي، عشان ما اذا مليتيها قوي مش هتستوي. يبقى يا دوبك كده ايه، يعني ما بدخلش صباعي كده جامد ادفس الحاجة كده، لا بالراحة كده. خلاص كده. في الشكل ده كده. وانا بوقف البتنجان، يعني ما بخليهوش ني. انا جايبه برضو كوسه اهو. انا بحشي كله في حله واحده، يعني بعمل البتنجان والكوسه والفلفل كلهم في حله واحده، بيبقى طعمهم جميل احسن ما تبقى كل حاجه لوحدها، يعني عشان حتى المواعين وكفايه كركبه يعني. بالشكل ده. انا حشيت الحله اهي وخلصتها. شايفين الشكل الجميل بتاعها اهو، ما شاء الله، حاجه كده عسل. الشوربه بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده جميله اهي. بنزل بقى على المحشي بالشوربه وهي سخنه، وهقول لكم تحطوا قد ايه شوربه. طبعا المحشي الكوسه والبتنجان والحاجات ديت ما بتمليش الحله شوربه زي محشي الكرنب مثلا، لا، ده بيدوبك بس بتبقى نص الحله. نص الحله بس، وهي كده كده. وده بقى كان اكلنا النهارده، يا رب يعجبكم. ادي محشي الفلفل والبتنجان، وعملت شوربه خضار والفراخ بتاعتنا. ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك، واذا كنت بتشوفوا القناه لاول مره يا ريت اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.